لو انت قلت لصاحبك انا عندي شغل ليك كويس جدا، اكيد صاحبك ده لو ما بيشتغلش هيفرح جدا، بس برضه اول سؤال هيسأله لك يا ترى انا اجري هيكون كام. واكيد السؤال ده مش عيب، لان دايما كلنا بندور على افضل حاجة لينا، وكلنا دايما بندور على اقصى استفادة ممكن نوصل لها. كذلك الأذكار كتير جدا، لكن في أذكار معينة بتدينا ملايين الحسنات، بيكون أجرها ملايين الحسنات. فهل عمرك سألت نفسك في مرة يا ترى إيه أكتر ذكر بيديني حسنات؟ كمل معايا الفيديو للآخر وبإذن الله هقول لك على إجابة السؤال ده. وأنا بدور عن أكتر ذكر بيدي حسنات لقيت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فهنا الصحابة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. فقلت أكيد 100 تسبيحة ب1000 حسنة، أكيد هو ده أكتر ذكر ممكن يديني حسنات. بس بعديها لقيت ذكر تاني وثوابه أكبر بكتير جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فلو حسبتها هتلاقي ان المسلمين ملايين بل مليارات، وهي في الاول والاخر جملة. لو انا مثلا قلتها في اليوم 10 مرات فانا كده هبقى ملياردير حسنات. فاكيد وانا مغمض كده هو ده اكتر ذكر بيديني حسنات. لكن لا، في اكتر. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبا أمامة: ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكرك بالليل والنهار؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ونكررها بالحمد: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. مستني ايه؟ لازم تحفظ الذكر ده. صعب شوية، هياخد منك مثلا ربع ساعة، نص ساعة. السؤال الأهم اللي انت لازم تسأله لنفسك: هل يا ترى يستاهل ان احفظه وان اضيع وقتي عشانه؟ السؤال ده اجابته عندك انت مش عندنا. انا كده خلصت فيديو النهارده، استنوني في فيديو جديد. سلام.